Eyyuhel ihvetul a'izza, selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. İnnel ihtilal es-sahyuni lem yetehallev an sulukihim el-hemeci ve kad intehekû merreten ukhra hurmete ve ismetel mescidil aksa tahte gınai hüviyetil mühendisin ve bi rifkatil cünud. İnnehum ya'melun hasebe za'mihim ala taksimil mescidil aksa mekaniyen ala tarikatihim el khassa ve yuridun tamse zakiratil mescid an tariki tedmiril kıta el eseriye el tarihiye ve kat'i sıletiha bil madi. وهذه المحاولات في الأساس ليس إلا محاولة لهدم المسجد الأقصى ولا يخفى على الجميع أن عمليات الحفر هي محاولة لتنفيذ الخطة الغادرة. ومرة أخرى أستنكر وألعن بأشد العبارات كل الهجمات والخطط الغادرة ضد المسجد الأقصى. إننا نرى أن الطغاة يواصلون أعمالهم الشريرة متجاهلين الإنسانية والضمير والأخلاق والقانون الدولية ويستهدفون الأمن والسلام وثقافة التعايش العريقة في المنطقة. ولذلك وضد حملة اغتصاب أرض الأنبياء والتراث المشترك للإنسانية والمسجد الأقصى أدعو جميع أعضاء الدين والمعتقدات لإظهار ردة الفعل اللازم. أدعو أصحاب الضمير الذين يحترمون حقوق الإنسان وكرامتهم إلى رفع أصواتهم، وإلا فإن الصامتين أمام الظلم والاضطهاد سيحكمون إلى الأبد في أمام التاريخ وضمير البشرية. لا ينبغي لأحد أن يشك في أن النضال من أجل الحرية للفلسطينيين الأبرياء سيسود. لن يحقق الاحتلال أهدافهم وسيهزمون بالتأكيد. سوف يموت الظالمون بالفوضى والكوارث التي يسببونها. ومن ناحية أخرى فإنه بات واضحا الآن أن الذين يحتلون فلسطين والقدس والمسجد الأقصى لا يهتمون بأي قيم مثل الضمير والقانون وحقوق الإنسان. والحل الوحيد في هذه المرحلة هي أن تنهض الأمة وتتحد أمام الظلم والاحتلال. لذلك وككل المسلمين في العالم دعونا نوثق أخوتنا الإيمانية بوعي الأمة. دعونا نبحث معا عن طرق التغلب على الصعوبات والتحديات. دعونا ألا نمنح فرصة للفتنة التي تضر بوحدتنا وتضعف قوتنا. دعونا
نمنع الظالمين الذين يحولون جغرافيتنا إلى أرض الدماء والدموع. وبهذه المناسبة أود أن أذكر مرة أخرى أن بلادنا ورئاسة الشؤون الدينية وأمتنا الحبيبة تقف دائما إلى جانب إخواننا الفلسطينيين الذين يحرسون المسجد الأقصى، وستظل مستمرة في تقديم كل أنواع الدعم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.